يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم علا ودي قناتي، وان شاء الله النهارده بقى جايلكم بفيديو جديد وروتين جديد. بس كده قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، اتمنى كده لو لسه اول مرة تشرفيني وشفت قناتي جديد، اتمنى كده تاخدي لفة وتشوفي المحتوى الفيديوهات اللي بنقدمها، ولو عجبتك اتمنى تدعميني وتكوني اختي من اخواتي. برحب بقى باخواتي اللي دخلوا جديد معايا، اهلا بيكم معايا. وتعالوا بينا بقى نبدأ الفيديو بتاع النهاردة. بقى عايزة اقول لكم يا بنات، انا الفيديو ده يعني المقطع ده بصراحة مصوراه بقى لي فترة وعايزة اشاركه معاكم، بس قلت مش هنزله في الفيديو غير لما اجرب يعني شوية كده. يعني هو عندي تقريبا يا بنات بقاله حوالي 10 ايام، بس عايزة اقول لكم فرق معايا جدا جدا جدا. فقلت كده يا بنات لازم اشارك معاكم فعلا، لان هو الجهاز ده فعلا هو جهاز يا بنات كده لتنظيف البشرة اليومي. في يومي وفي تقشير، في فرشة او قطعة كده لكل حاجة. في منه اللي هو مع الغسول اليومي، وفي تقشير لو عايزة تعملي تقشير، يعني تجيبي الكريمات اللي هي التقشير وتعملي بيها. وكمان معاه كده بقى، بصوا القطعة بقى اللي انا بطلعها قدامكم دي بتاعة المساج بتاع الوش، اللي هي بتجري كده الدورة الدموية والكولاجين كده، يعني تخليه بقى يعني ايه، يتفرز كده اكتر والبشرة بتاعتك تتحسن. ففعلا فعلا يا بنات فرق معايا جدا. والقطعة دي يا بنات بتاعت الفاونديشن او الكريمات. بس يعني بصراحة استخدمتها فاونديشن. يعني هي بصوا هي دي القطعة الوحيدة اللي ايه، ما اخبيش عليكم، حسيتها يعني ايه ملهاش لازمه قوي. بس بصراحه الجهاز كله كده على بعضه عايزه اقول لكم تحفه 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 تحفه. انا جايباه يا بنات من امازون، كان عامل 300 على فكره. سعره حلو قوي، ويعني بجد بجد في مقابل اللي هو بيديه لبشرتك. لا بصراحة حلو قوي يا بنات. يعني هو بصوا من اكتر الحاجات اللي انا جبتها وعجبتني جدا للبشرة. بيغسل وبينظف البشرة حلو قوي قوي. يعني مهما يكون النوع الغسول يعني انا مثلا كنت بستخدم الفترة اللي فاتت ده غسول ايفا. يعني هو غسول يعني مش احسن حاجة ولا هو واو، بس بصراحة مع الفرشة دي محسسني ان انا فعلا بستخدم حاجة حلوة او حاجة قيمة يعني. وبجد بجد حلوة قوي. لو انت عايزة حاجة كده للبشرة وعايزة كده بشرتك تبقى صحية وحلوة، يعني ايه جربيه وجيبيه على ضمان. تعالوا بقى سيبكوا بقى من البشرة بقى خلاص والدلع ده، وتعالوا ندخل كده نبدأ يومنا. انا بدأت يومي كده يا بنات بالمطبخ. قلت كده اعمل نوع كده مخبوزات. فهو طبعا هيقعد يخمر، فقلت كده ابدأ يومي بيه ان انا اعجن العجينة واسيبها براحتها، لان النوع ده بيحب التخمير الكتير. فقلت كده ايه، ابدأ كده يومي. طبعا زي ما انتم شايفين في الفيديو انا حطيت كل المكونات على بعض، وبدأت ان انا اعجن. واللبن بس اللي في الاول ده يا بنات بيبقى لبن كده دافي. عايزة تعجني بجزء لبن وجزء مية مفيش مشكلة خالص. عايزة تستغني كمان عن البيضة ممكن تستغني عنها. بس انا بصراحة حطاها كده ايه كقيمة غذائية. هفضل اعجن بقى لحد كده ما تكون عجينة عندي بتلزق شوية كده. بتتعاملي معاها ازاي؟ بتتعاملي معاها كده بشوية زيت تدهنوهم على ايديكي، وزي ما انت شايفة بالعجنة بتاعتنا بقى المشهورة اللي متابعني من زمان. يعني عملنا مع بعض الفينو، وعملنا مع بعض بيتزا، وعملنا مع بعض معجنات كتير. فالطريقة دي في المعجنات بتدينا كده ايه، ملمس قطن كده زي القطن كده للمعجنات بعد ما بتتخبز، وبتبقى طرية كده وهشة وحلوة وقطنية كده. فطبعا دي العجنة دي قلت لكم قبل كده انا متعلماها من شيف كوري. فبصراحة كل المعجنات اللي عملتها من وراه وعملت طريقة العجن ده ما شاء الله يعني يا بنات والله العظيم. فجربوا كده وانتوا اللي تحكموا بقى. فخلاص بقى عجنتها كده، وزي ما انتوا شايفين دهنت كده تحتها زيت، وعلى وشها برضو يا بنات عشان خاطر دي كده
عجينة كده ايه يعني حساسة شوية، فممكن تكون قشرة، ممكن تقشر او تنشف منك لو تعرضت في الهواء. فطبعا الاحسن ان انت تدهني تحتها كده زيت وتدهني وشها زيت، وتغطيها بقى وتسيبيها في مكان بقى. بصوا خلاها تخمر براحتها خالص يعني. بصراحة انا سبتها كتير جدا يعني اليوم ده. بس طبعا يعني ايه تسيبها مثلا، ممكن هتسيبيها ساعة، لان احنا طبعا في الشتاء والمعجنات ايه بتاخد وقت شوية. ولو ان كده اليومين اللي فاتوا دول كنت حاساهم كده حلوين، بس الجو بدأ تاني يرجع كده يبرد. هو مش المشكلة بتاعت اليومين اللي فاتوا كانوا مليانين هوا كده بالتراب. فبصراحة يعني زهقوني جدا يعني، كل ما امسح التراب الاقيه يجي تاني منين ما تفهموش يعني. بس طبعا كان جو حلو يعني، مفهوش اللي هو البرد القارس ده يعني، او البرد القوي. كنت كده حطيت العجينة تخمر، وقلت بقى ايه قبل ما اخرج من المطبخ لازم اظبط الدنيا حواليا كده، قبل ما اخرج لازم اسيب المطبخ نظيف. طبعا اللي متابعني من زمان عارف ان ما بعرفش ابدا في الشقة من بره غير وانا سايبة المطبخ كده نظيف وبيبرق زي الفل، عشان خاطر لما هرجع تاني اطبخ او اعمل اي حاجة يعني ما الخمش نفسي في حوار اللي هو غسيل المواعين او الرخامة تبقى مليانة حاجات. فبرضو يعني نظمي كده الاولويات بتاعتك، هتلاقي نفسك امورك سلسة وشغلك ماشي يعني ايه كله تمام. يعني مثلا انا قبل ما اخرج من المطبخ لازم اظبط المطبخ، لازم يعني اسيبه كأني خلاص اليوم بتاعي خلص، مع ان انا يومي لسه ما بدأش. ليه بقى؟ عشان خاطر لما هخرج بره في يعني انتوا عارفين بقى الشقة ساعات بتاخد يعني، لو هتمسحي تراب، لو هتمسحي اصلا ارضيات، هتنضفي الاوض، هتغسلي حمام، هتعملي ايا كان. فطبعا هتكون انت خلصت من جزء كبير جدا وهو المطبخ. فما يبقاش في اي حاجة كده، ولا مواعين بقى ولا اطباق، والرخامات كده تبقى مترتبة وكويسة. عشان خاطر بقى انتي اصلا بتبقي داخله خلصانة من بره، عاملة شغل كتير جدا في باقي الشقة، فما تدخلي كده هتلاقيه بقى متظبط وحلو. فهتعملي بس على قد الاكل، على قد يعني الحاجة اللي انت هتعمليها وخلاص على كده. انا طبعا يا بنات كده غسلت اللي هي الفوطه بتاعتي اللي لونها اصفر دي، والدنيا بقت عندي زي الفل. عايزه اقول لكم بقى القلايه مخليه البوتاجاز بتاعي يعني الحمد لله رب العالمين يعني نظيف جدا، مفيش بقى زيوت ولا الكلام ده خالص. بصراحه هي حلوه في النقطه دي كمان، بالاضافه لمميزات كتيره فيها. بس هي في النقطه دي بقى بتخليكي البوتاجاز بتاعك بقى ما يبقاش عليه يعني اللي هو الزيوت بتاعه القلي والكلام ده كله. فالدنيا ايه بتحسوها كده لطيفة، ولا ريحة الزيت بقى والدخنة والكلام ده. طبعا زي ما قلت لكم بقى اليومين اللي فاتوا دول كانوا الجو كان حلو، وكان كده تحسوه كده زي الصيف شوية. بس الهوا كان مليان تراب. فللأسف بقى أنا كنت بفتح الشباك اللي هو فوق الكنبة دي، فخلى الكنبة بصوا مليانة تراب. كنت بقى بسيب الدنيا مفتحة، لأن الهوا فعلا كان هوا كده تحسوه اللي هو الهوا الصيفي اللي هو يعني السخن شوية ده. فبصراحة كنت مستمتعة بيه، وسايبة بقى ايه الشبابيك مفتحة. فللأسف الدنيا اتملت تراب، لأن هما كانوا يومين ورا بعض. يعني أول يوم أنا ما أخدتش بالي إن الدنيا يعني جايب هوا بتراب قوي كده، غير لما جيت أفتح تاني يوم لقيت بقى ايه الكنبة اتملت تراب بطريقة صعبة يعني. فقلت اما اعملها بالمكنسه كده في السريع السريع. بصوا يا بنات انا الحمد لله رب العالمين دايما ايدي في الحاجه على طول يعني. زي ما انتوا شايفين كده انا شفت ان التراب جه على الكنب كتير، فبقوم جايبه المكنسه واقوم عاملاه في ساعتها يعني. مش هسيبه بقى لحد ما يجي تاني عليه تراب، ويفضل بقى التراب يجيب تراب، فاهمين؟ فالدنيا تبقى وحشه قوي. فانا ما بشوف حاجه خلاص بدأت ان هي هتبوظ وهتبقى تخلي بقى الدنيا مش شكلها نضيف كده في عينيا، وريحة التراب كده تبقى خلاص بمشي كده شمها، لا بلحق نفسي وبظبط الدنيا يعني. فالدنيا بترجع زي الفل بسرعة يعني. ممكن هضغط نفسي يوم بس هرتاح باقي الاسبوع. انتوا فاهمين قصدي؟ انا قصدي اقول لكم انه انتوا لو شفتوا مثلا حاجة زي كده، ما انت لو سبت الكنبة دي هتجيب الكنبة اللي بعدها والكنبة اللي جنبها والكرسي اللي جنبه، فاهمة؟ هتلاقي الدنيا كلها فجأة اتقلبت تراب، وهتلاقي الدنيا كلها اتقلبت كده عليكي مش نظيفة. فدايما ايدنا تبقى في الحاجة، ايدك في الحاجة
خلاص الحاجة دايما هتبقى نظيفة. مش بقولك طبعا نضفي تنظيف عميق كل يوم، لا خالص. يعني انا مثلا اللي انا بعمله ده مش تنظيف عميق ولا حاجة، انا يا دوب هكنس الارض بالمكنسة، فركبت الفرشة كده بتاعت المكنسة ومشيت كده على الكنب اللي هو بتاع الانتريه ده، وخلاص على كده. فالدنيا بقت نظيفة، والتراب خلاص اتشفط والدنيا تمام. واكتر حاجة تخلي عندك الدنيا تمام ان انت تشفطي التراب ده هو اصلا اللي بيديك كده طاقة سلبية في البيت، وبصراحة بيبقى وجوده مش حلو خالص. يعني مثلا السفرة دي، انا من يوم ما جبتها وللأسف، بصوا عايزة اقول لكم الازاز بتاعها الاسود ده يعني بيلم تراب، فكل ما انا ماشية اشوف التراب اروح اجيب القماشة واقوم مسحاه. يعني كل يوم كل يوم. حتى انا نقلتها يعني هي المفروض كانت جنب البلكونه، نقلتها بعيد بسبب الموضوع ده. يعني بصراحه كانت مزهقاني جدا يعني. وللاسف كمان انا مش بحب المفارش الكبيره اللي هي تبقى مغطيه الحاجه كلها، لا انا بحب الحاجات اللي هي ايه السيمبل الصغيره، اللي هتحطها مثلا في نص الترابيزه كده. يعني مش بحب الحاجه تتغطى خالص. فللاسف هي حلها ان انت تغطيها خالص. فانا بقى ايه فاهمين، بدفع تمن حبي للحاجه اللي انا عاملاها. فبس يعني النظافة حلوة، النظافة ايدك في الحاجة على طول كده فبتلاقي الدنيا تمام، والدنيا متظبطة وزي الفل. انت بقى لو انت واصلة معايا هنا وجميلة كده، اتمنى كده ما تنسيش اللايك، ولو انت اول مرة تشوفيني اتمنى تشتركي معايا طبعا لو حبتيني وحبيتي المحتوى اللي انا بقدمه. بس عايزاكم بقى يا بنات تقولوا رأيكم بقى، ايه رأيكم بقى في الكوشنز. انا اللي عملتها كده. يعني حاولت اعملها على الموضة، اللي هي الموضة ايه بقى، اللي هي بيعملوها كده من النص وبتنزل لتحت. بس للأسف يعني انا لما شلت الفايبر كنت فتحتها كده وفضيتها من الفايبر شوية عشان خاطر ان انا اعرف انزلها كده من النص. بس للأسف القماشة اللي هي بتاعت الكوشنز بتاعتي مش طرية قوي، فاهميني؟ فمش متظبطة قوي. بس بصراحة يعني هي يعني ادتني نتيجة كويسة، يعني احسن من الاول. يعني انا شايفاها في عيني احلى من الاول. فانا بس كنت عايزة اقول لكم قولوا له رأيكم بقى في الكومنتات. وانت ممكن تعملي حاجة زي كده، يعني ممكن تغيري كده الكوشنز بتاعتك وتفضي منها الفايبر اللي جوه. اصلا أنا بصراحة يعني ايه، انا كنت قاعده كده الصبح بشرب النسكافيه بتاعي، فجت لي الفكره دي، فقمت كده جبت الكوشنز وقعدت افضي. ما انا بقول لكم بقى الوقت بتاع الصبح اللي بقعده لوحدي ده بعمل فيه اختراعات، لا بجد والله بعمل فيه اختراعات جامده يعني. فبصراحه حبيتها كده، يعني حسيت ان هي كده اشيك من الاول. مش عارفه، قولوا لي رايكم برضو. كنت خلصت كده وقلت بقى ايه، مشغل كده الشمعة الفواحة دي. الشمعة دي يا بنات فواحة بتطلع ريحة حلوة قوي. فبصراحة اخر مرة كنت في كارفور يعني لقيت الشموع اسعارها طالعه جامده. يعني المره اللي فاتت نقلوا مكانها اصلا وزودوا اسعارها، مش عارفه ليه بقى بصراحه. إيه الفكره مش فاهمه. فبصراحة يعني زودوا السعر جامد، يعني ضعفين ممكن على فكرة. يعني في حاجات كنت جايباها رحت المرة اللي بعدها لأن كان في حد هنا سألني على أسعار الشموع وكده. يعني كنت كاتبة أسعار، بس هي لو راحت هتلاقي أسعار تانية. بس والله مش ذنبي أنا بعد أصلا وأنا واقفة افتكرتك اللي كانت سألتني على أسعار الشموع، بقول إيه ده هتيجي تقول عليا أنا أصلا مش جايباهم من هنا. بس هو فعلا المرة اللي فاتت وأنا هناك لقيتهم مغيرين أسعار الشموع غليت جدا يعني. كنت خلصت كده يا بنات الحمد لله، والريسبشن بقى تمام. فدخلت بقى كده كانت العجينه بتاعتي خمرت بقى. فزي ما انتوا شايفين كده بدهن ايدي زيت وبعمل كده يعني الرخامه ايا كان بقى انت هتفردها على ايه. زيت برضو. لازم الزيت ده يا بنات عشان هي لما بتتعرض للهواء ممكن تنشف وتقشر معاكي. فبدهن ايدي زيت كده وبسهل كمان على نفس الفرد. طبعا عايزه اقول لكم اللي هي البخاخة دي تحفة يا بنات، تحفة بجد. يعني مش زي اللي هي بتاعت كريستال، لان كان في برضه حد سألني على ازازة كريستال دي في التعامل حلوة ولا لا. هي بصوا هي كويسة، بس بالنسبة لي بقى وانا بستخدمها في القلاية كتير فبصراحة حسيتها تقلت. يعني تقلت وبتطلع الزيت كتير. انما البخاخة دي ميزتها بتوزع بطريقة صحيحة، او يعني ايه بشكل ابسط واسهل واسرع كمان. انما الازازه بتاعت كريستال تقيله.
يعني، وبتنزل القطرة قطرة. يعني انا مش عايزة كده طبعا، عشان كده هتستهلك زيت اكتر. انما البخاخة دي بتنزل الزيت زي عارفين زي الرش كده، زي الدش كده ما بيرش يعني بتوزع بطريقة صح. فهي كده، بعكس طبعا اللي هي بتاعت كريستال. فانتي طبعا مش شرط يكون عندك قلاية عشان تجيب الازازة اللي هي الرشاشة بتاعت الزيت دي، لا خالص. ده على فكرة بتسهل معاكي في العجن. زي ما انت شايفة كده، بدهن ايدي بحاجة بسيطة، بدهن البلانشة حاجة بسيطة. اللي هو لو جيتي تعملي الكيك، بتدهني ترشي كده في الصينية. بجد هتفيدك في حاجات كتير يعني. ممكن على فكرة تجيبيها وتملاها مية وتبخي على المعجنات. لا بجد هي حلوة كاستخدام. يعني أنا بفكر اجيب كمان واحدة، بس يعني اشغلها مية بقى علشان خاطر المعجنات. القرص لما تخرج من الفرن ببقى اعمل لها مية كده، رشة مية كده. اي معجنات بتخرج بترشها مية كده بتبقى حلوة. فبجد بجد هي حلوة في الاستخدام يعني. طبعا كنت خلصت يا بنات كده زي ما انتوا شايفين، وهسيبها تخمر. وبعد ما تخمر هجيب بقى معلقتين لبن كده، لبن حليب عادي خالص، وبدهن بيهم. انا استحالة ادهن المعجنات يا بنات بالبيض، استحالة. جربتها مرة اول ما بدأت ان انا ادخل المطبخ واعمل حاجات، وكنت حاطه على فكره فانيليا وكل حاجه، بس مش عارفه الريحه اللي طلعت من البيض لحد دلوقتي بفضل شماه في مناخيري. لا، فاستحالة بقيت ادهن بيض بصراحة. يا اما لبن بسكر، يا اما لبن عادي، يا اما لبن بودر ومية. اي حاجة ادهني باي حاجة الا البيض ده. البيض ده بصراحة ما بحبوش خالص. طبعا كانت خمرت بقى ودخلتها فرن على درجة حرارة 200 سخن من قبلها طبعا. وهو ده النتيجة زي ما انتوا شايفين. حلو قوي بنات بقى الفطار العشاء، احنا بقى في الشتاء والشاي بلبن وحاجات كده يعني. فأتمنى يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، والفيديو كمان تكونوا استفدتوا منه ولو بجزء بسيط. ولو الفيديو عجبكم ادعموني باللايك، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.